هل سمعت يوما عن جمهور مغربي ظل يشجع ويغني أعازيز فريقه طيلة 90 دقيقة وهو منهزم في ميدانه؟ هل سمعت يوما عن جمهور لم تبقى له حظوظ في البطولة الوطنية ولا في كأس عصبة الأبطال الإفريقية، لكنه ما زال يتنقل ويساند فريقه رغم سوء النتائج؟ هل سمعت يوما عن جمهور لم تمنعه رياح ولا مطر ولا بعض الكيلومترات على تشجيع فريقه ومساندته؟ إنه بخلاصة القول الجراد الأخضر الرجاوي المرعب، فمركب محمد الخامس يعترف بهم وبقوة صوتهم التي ترعب كل الخصوم. فمن جاء ليلعب مباراة مع الرجاء إلا وذهب بصورة تذكارية له مع الجمهور الرجاوي. ولا ننسى تلك اللوحات الفسيفسائية المذهلة، فكل لوحة أو بما يعرف بالتيفو كانت لها رسالة مشفرة. فالكورفة السود تعتبرهم الجدار الحامي للرجاء، إنهم الإترا جرين بويز، الإترا إيجلز ودرب السلطان، فلا خوف على الرجاء وهم موجودون. ولو أحدهم احتل المراكز الأولى عالميا، وهذا الأمر لم يعد غريبا على جمهور يحتل الرتبة الثالثة عالميا ولا أولى إفريقيا.